ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فراخ جميلة جدا بطريقة سهلة وبسيطة، ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق، والطعم حكاية. طعمها جميل جدا، تنفع في اي وقت، ممكن تاخدوها معاكم النادي، ممكن تعمليها في الغداء، ممكن تعمليها في العشاء، هتعجب الولاد جدا، وسهلة وما بتاخدش اي وقت. هنقول بسم الله وهنبدأ مع بعض الطريقة. هنجيب هنا طاسة على النار، واحط عليها اي مادة دهنية انت حباها. انا حابه احط معلقه زيت على معلقه سمنه بالشكل ده، وبسخن الطاسه كويس جدا. لازم الطاسه تبقى كويس سخنه جدا. هنزل عليها بالفراخ. عندي هنا انا عندي صدور فراخ ومقطعاها سلايس، مقطعها رفيع زي بالظبط الفراخ بتاعت الشاورما. وهبتدي احط عليها بقى التوابل. عندي هنا بابريكا، عندي توم باودر، بصل باودر، عندي 7 بهارات، عندي فلفل اسود، كمان عندي زعتر بيدي طعم حلو جدا. طبعا انتوا بتقدروا تتحكموا في التوابل اللي انتوا حابينها. بفضل اقلب كده لحد لما المسام بتاع الفراخ تقفل وتتشرب كل التوابل اللي عندي. انا ما نقعتش الفراخ ولا اي حاجه، حطيت التوابل على طول. كتروا التوابل شويه علشان طعمها يبان. وبعدين بنزل عليها بمعلقه خل. وعندي هنا مكون جميل جدا بيخلي الفراخ طعمها حلو، بيدي كده طعم سويت اند ساور حلو جدا. هنزل بمعلقه كبيره من العسل الاسود. العسل الاسود مع الفراخ بيدي ميكس كده طعم رهيب جدا، جربوها مش هتندموا. وبعدين بكون بقى محضرة طبعا الخضار اللي عندي. قبل ما بحط الخضار بملحها الاول، وبعدين بنزل بقى ببصلة متوسطة مقطعاها جوليان بالشكل ده، وكمان آه، باخدها دقيقتين. وبعدين بنزل بقى بباقي الخضار اللي عندي. لو عندك فلفل الوان ممكن تحطي. انا ما كانش عندي فلفل الوان، حطيت هنا فلفل اخضر، وحطيت كمان جزرايه متوسطه مبشوره. طبعا الخضار بيدي طعم حلو للفراخ، وكمان قيمه غذائيه عاليه. باخدهم تقلبتين ومش بكتر، وبعدين بنزل عليهم بحبه من الزيتون كده المقطع. طبعا انتي لو حابة تحطي دي الخطوة دي اختياري. وبعدين بطفي عليها واسيبها على جنب. هحضر بقى الصوص. الصوص هنا عبارة عن كاتشب، وعندي عليه معلقة عسل. معلقة العسل بتخليه طعمه حلو جدا. وعندي كمان مايونيز. برضو الصوص انتي زي ما انتي حابة تعمليه، بس الصوص ده حلو جدا وطعمه جميل جدا مع الفراخ. النهارده هحضر الفراخ اللي عندي مع عيش التورتيه. العيش التورتيه ده انا كنت عاملاه في القناه، هسيب لكم الفيديو بتاعه في الديسكريبشن. وبحط هنا حبه من اي جبن بقى عندك انت حباها. انا حاطه هنا جبنه تشيدر على جبنه موتزاريلا، وحاطه قطعت خيار. تقدري تحطي خاص، تقدري تحطي الخضار اللي انت حباه. وبحط الفراخ وبقفلها بالشكل ده وبركنها على جنب. بحضر طبعا كل الساندوتشات اللي عندي، وبعدين بحطها في الاير فراير. انا عايزه العيش يتحمص شويه والجبنه اللي جوه تسيح وتبقى كده طعمها حلو. تقدري لو ما عندكيش اير فراير تقدري تعمليها في الطاسه. وبرده لو حابه ان انت تاكليها كده ممكن تتاكل كده كده، كل واحد على حسب ما هو عايز. بعد ما بخلص السندوتشات بتاعتي بروح حطها في الاير فراير. ما بتاخدش دقيقتين او 10 دقايق بالكتير، وبعدين بطلعها زي ما احنا كده شايفين مع بعض. بعد ما 10 دقايق يعدوا هطلع بقى الساندوتشات عندي. الساندوتش اتحمص وبقى حلو جدا وجاهز بقى للاكل. هقطعها كده واوريها لكم. الوصفة دي جميلة جدا وسريعة منقذة، وما بتاخدش وقت ولا وقت في التتبيل ولا اي حاجة. سريعة جدا، تقدري تعمليها في العشاء او في الغداء والولاد هيحبوها جدا، واحلى من اي فراخ بتاكليها في اي مطعم تاني، وانضف واحسن. ان شاء الله الوصفة دي تعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ان شاء الله اشوفكم على خير.